أين دارك غدا؟ نداء. يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي. نداء. يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي. نداء. يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطني. نداء. يا ابن آدم تفرح وتمرح على ظهري وسوف تبكي في بطني. نداء. يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك الزود في بطني. أين دارك غدا؟ ضعوا خدي على التراب ضعوا ومن عفر التراب فوسدوه وشقوا عنه أكفانا رقاقا. أين دارك غدا؟ والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إن يك خيرا فالذي من بعده خير عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعده أشد. ويل لعبد عن سبيل الله صد. أين دارك غدا؟ القبور على نوعين أيها الغالي، القبور على نوعين أيتها الغالية، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لا بد من الاستعداد، لا بد من عمار الدار قبل سكناها. أين دارك غدا؟ كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقال سبحانه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين دارك غدا؟ يا عمر ما الذي أصابك؟ فتنهد عمر باكيا وقال أما إنك لو رأيتني بعد 3 ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعاثت في الجوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد إنكارا وعجبا. فلو أبصرتم إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مقلتي على وجناته. أين دارك غدا؟ هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد وما أدراك ما سعد. هذا حال سعد فكيف سيكون حالي وحالك؟ هذا حال سعد فكيف سيكون حالي وحالك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الفم. هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم صدر.